بسم الله الرحمن الرحيم. معانا في الفيديو ده مشكلة عامة بتواجه كل واحد بيفكر إن البلاط لما أجيبه بسعر رخيص يبقى أنا جايب حاجة كويسة. لازم تجيب حاجة قيمتها منها فين. يعني ما تفكرش إن أنت لما تنزل السوق هتجيب بلاطة رخيصة أو بسعر رخيص والصنايعي هيركبها لك هتاخدها أفضل حاجة. إحنا معانا هنا زبون جاب بلاطة بسعر رخيص بسعر عادي خالص وفي دماغه إن هي حاجة البلاطة طلعت سيئة جدا ومع الوقت ومع الشغل بتقشر ومع الوقت هتزعله جامد وبتمتص المية. هنقول لكم العيوب عشان تاني مرة محدش يخطأ نفس الخطأ ده. أول حاجة معانا زي ما انتم شايفين كده شكل البلاطة العرق موحد وماشية 100 زي ما انتم شايفين كده، والمفروض ان البلاطة دي فرزة أولى بس هي شركة لسه مستجدة في السوق مش هنقول اسمها عشان ما نأذيش حد، بس زي ما انتم شايفين كده البلاطة ده اللي بيحصل فيها. البلاطة بتنقر. طبعا هتقول انت بتشتغل بظهر، ده بظهر المسطرين على فكرة، يعني ده الدب ده هو من ظهر المسطرين، ده هو من ظهر المسطرين، يعني لو اشتغلنا بوز المسطرين هتلاقي البلاطة كلها اتجرحت زي ما انتم شايفين كده. طبعا دي المفروض ان هي فرزة اول بس الشركة تعبانة على قدها، اغلبية البلاط كله منقر بيطقطق زي ما انتم شايفين كده. تيجي تبص تلاقي البلاطة مطقطقة، تيجي تبص تلاقي كله هنا منقر اهو. البلاطه بتنقر لوحدها من غير ما نعمل معاها اي حاجه، حتى احنا في السقيه بنحاول ان احنا نداويها بس مش نافعه برضه. طبعا هي البلاطه ضعيفه قوي، ضعيفه جدا 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 جدا. طبعا الناس اللي بتحاول ان هي تلم الدنيا وتجيب حاجه رخيصه ما انصحكش تجيب حاجه زي الناش، شركه معروفه شركه معتمده، لان زي ما انت شايف كده احنا بلطنا الشغل ودي المجمل النهائي كل الشغل منقر بالطريقه دي. طبعا لولا ان احنا مركبين السقف ده بالهزاز كان فات كل البلاط ده باظ، يعني لو احنا مركبينه بوش مسطرين كان فات كل ده ما عادش يصلح. يعني كمان البلاط ده هو اللي في السقف ده وانا مركبه بهزاز. فانا بقول لك انتبه انتبه ثم انتبه واشتري حاجه كويسه. طبعا زي ما انت شايف بلاطه في الزاويه فوق عامله ازاي، كل دي تنقير. هنوريكم برضو بعض الملاحظات في الحمام. ده غير ان البلاطه اصلا فيها نسبة تقوس كبير، يعني البلاطة تلاقيها من هنا مسوية ومن هنا مسوية ومن النص طالعة اهي إدارات اهي، بس هو احنا اشتريناها او الراجل اشتراها على خطر العرق اللي هو العرق موحد ده زي ما انتم شايفين كده. طبعا البلاطة اللي في النص دي مش بتاعتها اصلا، ده هو بلاط كان هنا واحنا مركبينها عليها. حتى برضو نفس الشركة في الأرضية لسه بنسقي برضو ما هيش افضل حاجة، البلاطة بتقشر. طبعا في الحمام كان زي ما انتم شايفين كده برضو البلاط كله مطقطق اهو لوحده، كله مشرزم زي ما انتم شايفين كده، كل دي شرزمه وحبوب اهو. طبعا هي البلاطه ما الا شكل، هي البلاطه كشكل شكلها حلو بس كخامه ارضع حاجه. فانا نصيحتي ليك اشتري حاجه كويسه، حاجه تنساها، حاجه حتى يعني هي في التقطيع ذات نفسها بتعمل كده في التقطيع. يعني احنا لما بنيجي نقطع ده بوريك قصايه هي زي ما انت شايف كده، البلاطه بتسيب القشره بتاعتها وبتطلع بتطلع نشاره على المقطع. فنصيحتي ليك جيب حاجه كويسه، استعين بمبلط معاك، تشتري من شركه معتمده، ما تبصش للفلوس عشان تجيب افضل حاجه ممكن. لو لسه مكمل معايا لغايه هنا ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، ودمتم في رعايه الله.